من المشاكل اللي دايما بتقابلني في الكاليستينكس ان انا لما كنت بدور وعايز اتعلم اكتر عنها كنت بلاقي دايما فيديوهات عن الاداء الحركي وازاي تتعلم الحركات، لكن ما لقيتش حد بيعلمها بطريقه علميه او بيجيب حد بيتكلم بطريقه علميه زي البايوميكانكس وغيره. علشان كده انا قررت اعمل فيديوهات بشكل مختلف، وهجيب ناس متخصصه في مجالات مختلفه وهتقول لنا رايها في الكاليستينكس ونحلل التمرين مع بعض. ومعانا النهارده كابتن احمد مهنا، متخصص في علم البايوميكانكس ومحاضر في علم التدريب والحركه. ازيك يا كابتن احمد؟ الحمد لله تمام، ومبسوط ان انا معاك جدا يا كابتن اكرم. بصراحه انا الكاليستينكس بالنسبه لي طول عمرها من وانا صغير بشوفها كده استغرب ازاي الناس دي بتعرف تعمل الحركات المعقده دي. وكنت بشوف ان هي بالنسبه لي انا كواحد بطولي ده بالنسبه لي تعتبر من الحاجات تقريبا المستحيله ان انا اعرف اعمل حاجات زي دي. لما كبرت شويه ودخلت بقى وتخصصت في موضوع البايوميكانيك او بحاول اتخصص فيه بشكل اكبر، اكتشفت برضو ان الموضوع ستيل بالنسبه لي معقد شويه، ولكن هو مبهر من الجانب الحركي. ليه مبهر من الجانب الحركي؟ البايوميكانيك بتهتم بحاجه اسمها الميكانيكيه والوظيفه بتاعه الجسم اللي قدامي. فلما حاجه ابص على الكاليستينكس هبص على جسم الانسان بيتحرك ازاي. يعني هنا بقى نبدا نبص معانا على عزت، ده عزت صديقي عزت. لما نيجي نبص على عزت النهارده بيتحرك ازاي، هتلاقي ان عزت بيتحرك بشكل لو رفع ايده كده، الحركه دي بالنسبه لنا اسمها الكاينيماتيك، وده يعتبر قسم موجود عندنا في البايوميكانيكا بيهتم بس بالتحليل الحركي المجرد من غير ما نبص على تاثيرات القوه على الجسم. لو بدانا نشوف بقى عزت لما تعرض لمواقف مثلا كانه شايل وزن او كانه بيحاول يرفع جسمه او الكلام ده، التحليل الحركي هنا اتغير، دخل في حاجه اسمها الكاينيتيك اللي هو تاثير القوه على الجسم. لو احنا حللنا الكلام ده احنا كده اتكلمنا على الجسم من الناحيه الميكانيكيه. الوظيفه بقى بتاعت هو عزت عشان يتحرك من النقطه دي للنقطه دي، من نقطه الف للنقطه ب، ايه الهيئات اللي اشتغلت. فلما هتيجي تبص على لعيب الكاليستينكس في فيديو سريع هتلاقي ان سبحان الله بيتحرك كم سيجمنتس، دي كلها بالنسبه لنا العظام دي تعتبر زي مقاطع، حاجه عندنا اسمها كده بنسميها روافع. عندنا الروافع دي بشكل بسيط انت بتتكلم على زي اجسام صلبه ليها نقاط دوران. نقاط الدوران هنا عندنا في العظام بتكون المفاصل، وبيكون عندنا في وزن مؤثر عليها من بره ووزن الجسم بينتجه من جوه. لما اجي انا ابص على الكلام ده كواحد بحاول اكون في مجال البايوميكانيك، فهبص على ان ازاي الجسم بيتحرك كله في نفس الوقت. الحركات اللي انتوا بتعملوها زي ان انتوا بتعملوا حركات اللي زي الماسل اب والكلام ده على سبيل المثال، تلاقي ان في مفاصل كتير بتشتغل. انت عندك الهيب شغال، الفخذ شغال، انت عندك اصلا الحركه جايه من تحت من جسمك، من رجلك، من تحت من الانكل تقريبا، وطالعه لحد ما الهيب بدا يعمل الكيبنج، عمليه الرمي اللي ورا، لحد ما بدا التورك او العزم او القوه توصل للجزء العلوي في الجسم عن طريق عضلات الجذع. انت متخيل ان كل ده حصل وانت بتعمل الحركه دي كانك بسم الله ما شاء الله، يعني مدربين الكاليستينكس يعني والناس اللي بتلعب كاليستينكس شايفينها حاجه بالنسبه لهم بتبقى حاجه سهله جدا بالنسبه لهم، انما احنا الناس اللي بالنسبه لنا، انا واحد بالنسبه لي ما بعرفش بقول شوفها من ناحيه علم الحركه. ايه ده؟ انتوا ازاي عملتوا كل ده؟ انتوا ازاي اختصرتوا كل ده في حركه صغيره كده؟ فهي بالنسبه لي لعبه مبهره ويعني حلوه جدا، او بالنسبه لي مثيره بالنسبه لي من الجانب التحليلي. هي فيها حركه كتير جدا وفيها هيئات كتير جدا شغاله. بس النهارده هنتعلم منك كتير ان شاء الله يا كوتش. احنا كلنا بنتعلم من بعض يعني، وانا شرف ليا ان انا موجود معاك والله. طيب يا كابتن احمد، اللي انا اعرفه عن البايوميكانكس ان هي هتساعدني ان انا احسن الاداء في التمرينات، ومن ناحيه تانية تساعدني ان انا تحميني من الاصابات. ده نقدر نعمله ازاي في الكاليستينكس؟ اقول لك سؤال حلو جدا يا كابتن اكرم. خلينا نقسم السؤال ده لجزئين. الجزء الاول بتاع انا ازاي احسن من ادائي الحركي اصلا. بص، لو جينا بصينا على عزت، معلش عزت تعالى معانا كده، نحاول نلف عزت معانا كده بس يبقى ظهره للكاميرا. بص، اكتر جزء مهمل تقريبا في لمدربين الكاليستينكس والمتدربين على حد سواء الجزء ده، الجزء المثلث اللي عندي ده اسمها السكابيولا او لوح الكتف. لو انت جيت بصيت هتلاقي ان الموضوع ان السكابيولا دي مربوطه بعظمه تانية من قدام هنا اسمها الكلافيكال، والكلافيكال دي اللي هي الترقوه بالنسبه لنا يعني مربوطه مع لوح الكتف هنا، عاملين مفصل. المفصل ده خطير جدا اسمه الاي سي جوينت، وفي مفصل تاني هنا اسمه الاس سي جوينت. خلي بالك ان المفصل ده اصلا اللي رابط كل اللي ورا ده بالجزء ده، يعني انت لو شلت العظمه دي من هنا كده خلاص كل ده وقع اصلا. طب المشكله فين؟ المشكله لا غير ان عزت كده كده هيقع، ربنا يسترها. المشكله بقى بالنسبه لي ان وانا بتحرك في الكاليستينكس تقريبا اغلب الحركات جايه من الجزء اللي احنا بنسميه هنا الكتف. بس هنا في خدعه بقى محدش بيتكلم فيها.
هو ده اسمه مفصل الكتف. جميل. بس لما اجي اتكلم على اللي بيتحرك فعليا، حزام الكتف وليس مفصل الكتف. يعني ايه يا كابتن احمد؟ يعني انت لازم تبص ان الكتف في اندغامه او في النقطه اللي هو داخل فيها مع مع الجزء اللي عندنا ده اللي هو الواح الكتف بالمفاصل اللي انا قلتها بالقفص الصدري، بيمثلوا عندنا مفصل وهمي اسمه السكابيولار ثوراسيك جوينت، اللي هو ببساطه شديده ان انت لما بتتحرك اي حركه الواح الكتف بتتحرك على القفص الصدري، بتتحرك الواح الكتف دي نقدر نعتبرها عندنا كده زي مفصل ليه حركات مفصليه لوحده. طيب برضو ما جيناش نحسن ادائنا ازاي؟ احسن ادائي ان انا لازم افهم حركه الواح الكتف دي عامله ازاي، وهتلاقي ان بقى في اخطاء مشتركه عند اغلب المدربين، اللي هي هتلاقي ان مثلا المدربين دايما بيركزوا على الحركات اللي فوق، حركات اللي هو ما اجي اعمل البول اب، الجزء ان انا اطلع البول اب، ان انا اطلع الماسل اب. طيب ده بيخلي ايه؟ بيخلي ان انا عندي قوه كبيره في العضلات الرئيسيه اللي بتساعد على تنفيذ الحركه زي اللاتسمس على سبيل المثال او الماجنوس، وفي المقابل في عضلات صغيره قوي بتشتغل على لوح الكتف عشان تساعده انه يبقى في مكانه. ثبته. العضلات دي فعليا محدش اللي هيهتم بيها ولا حد بيسال عليها ولا حد اصلا عايز يعرف هي ايه. حصل زي الرومبويد والروتيتور كاف. برافو عليك. اللور ترابيزيوس، الترباس السفلي، الرومبويدز. وده اصلا يعني عايز اقول لك ان ده معظم مشاكل الكتف عندنا. برافو عليك. بسبب العضلات. برافو عليك. برافو عليك. لو قويت يعني انت عشان تبقى مدرب جامد وتحمي الناس اللي معاك لازم تقوي العضلات. برافو عليك. برافو عليك. لازم الاول تفهمها، تفهم المفصل ده بيشتغل ايه، شغلته بالظبط. المفصل ده بيشتغل ازاي مع ده، ما كل دول شغالين مع بعض. يعني اي وقت انت هتحرك فيه كتفك لازم تعرف ان لوح الكتف اتحرك. بالزبط. حركته عامله ازاي، ما تقعدش تدور لي على الكتف وعمال تشتغل لي على الانتيريور والبوستيريور واللاترال دلتويد مثلا او ميدل دلتويد وسايب كل ده وراه. سوري يعني في ظهرك يعتبر انت معريه كده، مالوش ما بيرجعش مكانه، على طول لوح الكتف خارج من مكانه. هينتج عن كده مع الوقت السؤال الثاني اللي حضرتك سالته بالزبط. وهو الاصابات. عشان احمي نفسي من الاصابات، نفس تكمله اللي احنا قلناه في الاول، لازم اشتغل على تنشيط المجموعات العضليه اللي شغاله على لوح الكتف ده. جميل. مجرد ما هبدا افهم ومن نقول يعني منها غالبا اغلب الناس عندها مشاكل في عضلتين. عضله هنا قدام، عضله هنا صغيره قوي 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 اسمها البيك ماينور. جميل. العضله دي بتكون طالعه عندي هنا من على العظمه الصغيره دي اللي هي اسمها الكوراكويد بروسيس، اللي هو الناس عارفاه بالابر شيست. لا احنا عندنا بقى الشيست الكبير ده. الشيست الكبير ده العضله دي كلها مغطيه ده، في تحتيها حزام صغير كده بالمنظر ده كده. عضله صغنونه قوي، هي مش واخده من كلمه بيكتوراليس او من العضله الكبيره غير الاسم بس البيكتوراليس، ولكن فعليا هي دورها كله شغلها كله على السكابل، على لوح الكتف. حلو. دي غالبا بيكون فيها ضعف، بيكون فيها اوفر اكتيفيتي، يعني اللي هو يعتبر نشاط زائف. بتبقى النشاط الزائف ده اوفر اكتيف عندنا كلنا. برافو عليك. برافو عليك. وعضله ثانيه لما باجي اعمل ريكفري او بروح للدكتور بيجي بيشتغل عليها، هي متنشنه معانا. هي كده. مثلا لو دكتور شغال مع لعيبه كاليستينكس كتير بيقول لي العضله دي شغاله عندكم كلكم بغباء يعني. يبقى انا كمدرب عشان ابدا افهم الكلام ده اجيب العضله اللي هي البيك ماينور، والعضله الثانيه عندنا اسمها السيراتس انتيريور، والسيراتس انتيريور دي جايه من ورا من عند لوح الكتف وداخله قدام محزمه القفص الصدري ده، واخده حوالي 8 ضلوع من القفص الصدري. دول شغلهم كله انه بيعمل لك بروتراكشن. حتى تلاقي لعيبه الكاليستينكس كلها ماشيه عامله كده اصلا. عشان اقول لك ليه، لان هم دايما مركزين على حركات البوش اللي هو زي البلانش، هاند ستاند، باك ليفر، كل ده بنعمل حاجه اسمها هولو بادي اللي هو علميا اللي هو البروتراكشن، السكابولا بروتراكشن. فاحنا دايما مركزين على البروتراكشن، فهو اهم حاجه عند اللاعب انه عايز يجيب الحركه، فالمدرب دوره بقى ان هو يقول له لا في ريتراكشن، في ريتراكشن عكس البروتراكشن لازم تعمله. العضلات دي لو ما شغلتهاش مفيش. وانت كده اصلا جاوبت على السؤال. الحل ان انا اشتغل على حركات المفصليه اللي عكس الحركات اللي شغاله على طول. يعني انا لو بعمل دوران لفوق يبقى لازم اشتغل على الدوران لاسفل للوح الكتف. لو انا بعمل تباعد لالواح الكتف او اللي هو البروتراكشن لازم اشتغل على الريتراكشن او التقارب ما بين الواح الكتف. ده كده احنا اتكلمنا على ازاي تطور ادائك الحركي، ان انت تهتم بتطوير العضلات دي، وازاي احمي نفسي. هما الاثنين يعتبروا اجابتين لنفس السؤال. هو ده يودينا لنقطه كمان. ايه بقى؟ فكره الفورمات في الحركه. الفورم ده اللي هو شكل الحركه، في حركات بول، يعني احنا قلنا البوش دايما كله هولو بودي، في حركات بول المفروض تبقى ايه معمول ريتراكشن. تمام. فالناس بتستسهل عشان بيبقى اسهل ان هو يعمل بروتراكشن او هولو بودي، فبيعمل هولو بودي. زي الفرونت ليفر مثلا، المفروض الفرونت ليفر ساحب كتفه لورا شويه وعامل ريتراكشن. لا، هتلاقي كل لعيبه الكاليستينكس حتى الناس الجامده هتلاقيه بيعمل هولو بودي. ليه بقى؟
عشان عايز يعمل وقت اكتر، يجيب عدات اكتر في البول ابس بتاعتها والكلام ده كله. هو انا ما دخلتش في الكاليستينكس قوي، بس شويه اللي انا قريتهم عنها مم. لقيت ان هم بره عاملين زي مراجع للشيتنج او للغش، يعني يقول لك مم. انت لو عملت كده في الحركه انت كده بتغش. مم. فانت بتتكلم صح. لا، الصح ان انا اعلم التكنيك الصح، يعني مش الصح افهمك. في واحد مدرب دماغه ان الكلاينت جاي له، فجاي له عايز يعلمه الحركه في شهر. هو ده غلط جدا 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 جدا، بتاذي نفسك وبتاذيه. المشكله ان الكلاينت او المتدرب جاي، هو جاي ثقته عمياء ان المدرب ده، خلي بالك هتلاقي ان مجال الكمال الاجسام ومجال الكاليستينيك كلهم شبه بعض. ليه؟ انا في البودي بيلدينج لما اجي اختار مدرب بروح اختاره بناء على فورمته، هو وصل للفورمه دي ازاي، ماليش دعوه، انا عايز ابقى زيه. مدربين، بعض المدربين يجي راح قايل لك لا هخليك زيي في شهر. يا عم ازاي؟ لا احنا دلوقتي مش الكلام ده، مش هو ده اللي بنقيس عليه المدرب دلوقتي. على الريتش انت بتجيب كام لايك، دي قصه ثانيه، بتجيب كام لايك دي وكام قصه ثانيه. فيو على الفيديو كده، انت جامد. ايه المشكله بقى؟ بالذات الكاليستينكس هيجيب ريتش عشان هو جامد في اللعبه. هو مش شرط يكون فاهم، هو جامد في اللعبه كشخص. وهي لعبه مبهره فعلا. لعبه مش بتكلم عن حد بعينه، بس هي عامه مم. اللعبه مبهره، فهعمل حركات قويه صح، الناس هتجيلي، فالناس هتجيلي. صح. هقول انا بمرن دلوقتي خلاص، ايه تلاقي كله بيمرن. بس خلي بالك برضو بصراحه الناس بدا ادراكها يزيد، الناس بدات تهتم بالجانب العلمي. احنا حلو. نفسنا ناس في الجانب العلمي، كان من فتره ما كانش في حد بيهتم باللي بنقوله، لا النهارده بقت ناس بتهتم باللي احنا بنقوله. بقى في عدد كبير ما شاء الله من الناس الشاطره جدا في المجال العلمي في مصر، دي حاجه تفرح جدا. طبعا. فانت كمدرب دورك ان الناس دي مش بتدن في ملطه، يعني الناس دي خد منهم اللي انت شايفه النهارده. يعني النهارده لا، علم التكنيك صح، اللي يجي لك الكلاينت مش لازم شهر، انت كده مش وحش لما تعلمه في 3 شهور، في 6 شهور، في سنه. بالعكس، ده انت بتعلمه حاجه هتفضل معاه العمر كله ومش هيتصاب، فده دليل ان انت مدرب شاطر، فانت كده بعت انا بشكل غير دلوقتي مباشر. انا دلوقتي كمدرب او لاعب قديم، يعني لو واحد بيلعب اللعبه دي بقاله سنين مثلا، او مدرب وبيدور على حاجه يتعلم منها، مش لاقي ولا عربي ولا انجلش. فدلوقتي مفيش حاجه علميه، فاحنا عايزين مثلا زي عندك كده فتنس، اسمه ايه؟ فيتنشتاين. فيتنشتاين. عايزين نعمل حاجه زي ورك شوب او حاجه يا ريت للكاليستينكس عندك، يا ريت، وانت بقى هتدخل لنا الحته العلميه دي. يا ريت يا ريت. ودي هتكون فيها يعني هنعمل فيها حاجات كويسه قوي لاي حد طبعا. يعني الناس اللي عندك كلها باذن الله يعني تنورنا، مدربين، لعيبه، اللي عايز يفهم اكتر اي حد ياخد ورك شوب، بعد كده نطورها نعمل كورس. فكره كويسه، فكره كويسه وحلوه، والحته دي فعلا محتاجه، يعني فيها كلام كتير مش صح، فكويس ان احنا نصحح للناس الافكار بتاعتهم. بالظبط. لان انت عشان تلاقي اصلا معلومات عن الكاليستينكس علميه صعب جدا. صح، محتاج وقت يعني كتير، صعب، وبالعربي مفيش اصلا. صح. وبالعربي مفيش حد بيتكلم عن الموضوع ده. احنا اول ناس هنتكلم هندخل علم مع الكاليستينكس دي، محدش عملها. حلو جدا، حلو، يلا بينا. فاحنا عايزين نعمل بقى، نعلم الناس بقى. انا لاعب قديم، انا دي من المشاكل اللي قابلتني شخصيا. عايز افهم ايه اللي بيحصل معايا. انا ليه عندي وجع في ظهري؟ طب ليه في كتفي؟ طب ليه حصل مش عارف ايه؟ طب ليه لما بشغل الحركه دي بالشكل كذا بتبقى اصعب؟ تمام، حلو. كل ده انا مش فاهمه. حلو حلو. انت على فكره انا ما كنتش فاهم كلامك ده حلو جدا، ويدخلنا برضه في حاجات جديده. يعني عايزين نتكلم كده بسرعه برضه على احنا قلنا ان اغلب اللعيبه بتبقى في البروتراكشن. طبيعي لما نبقى في البروتراكشن اغلب الوقت زي ما انا قاعد كده، حتى احنا اصلا اسلوب حياتنا احنا خلي بالك بنبقى قاعدين بروتراكشن، ففي التمرين بروتراكشن، فانت صح. ويعني كيفوزز وراوند شولدر. برافو عليك، حلو قوي، حلو قوي. اولا مثلا عشان الناس تطلع تتكلم، انا كده كده عندي راوند شولدر وعندي فورورد هيد، وهما الاثنين كومبوهايه كده بتيجي مع بعض، كومبو كانك دخلت اشتريت حاجه. وعشان تعدلهم قصه، هتقعد بقى تلعب بقى بس ده يوصلنا لحاجه. اولا في حاجه اسمها تشويهات قواميه، عشان في ناس كانت بتقول ما فيش حاجه اسمها تشويهات قواميه. انت انا شفت الكلام ده، بس انا على الارض من ان انت كمدرب بيقولوا ان التشويهات القواميه دي ما بتفرقش مع الشخص في حاجه. ان انا اتمرن يا عم، عندك تشوهات مش هيحصل لك اي مشكله. لا يا باشا، انت بتلعب عشان انت بتلعب حاجه مش رياضه كامله. لكن لما تيجي تعمل حاجه فيها اداء حركي صعب زي عندنا في الكاليستينكس، لا قابلنا مشاكل كتيره. وخلي بالك عندي راوند شولدر وعندي كيفوزز، هدخل طب حاجات بقى زي البول زي الفرونت والكلام ده عايزه ظهر قوي. طب انا ظهري رايح في هقول لك بقى ليه حلو قوي السؤال ده. هقول لك بقى ليه احنا هنا نقدر نيجي بس يعني عشان قبل ما اطلع، انت تخيل ان عزت هنا، نخليه من الجنب كده للكاميرا، ان عزت هنا عنده البروتراكشن، معناها ان الجسم مرمي لقدام كده. انت كده قللت المدى الحركي لمين؟ للبرنس ده. كتفه. بص، بدل ما كان بيقدر يطلع ال 180 درجه بتوع لفوق، هتلاقيه بدا يطلع. طب وانا بضطر اعمل ايه؟ جسمك ذكي قوي في التعويض،
انه يسرق الحركه من حته تانية. بشكل عام هيسرق لك الحركه هنا من حاجتين، يا ثوراسيك اكستنشن يعمل لك ثاني للثوراسيك ده، تمام، يا اما لمبر اكستنشن وده في الاخر اللي بينتج عنه اللي هو ارش، ولا اللي هو الارش، كيفوزس؟ اللي هو الارش لا هيعمل لك لا أرش. هو خلاص اوريدي هو داخل في كيفوسس، تمام. انما يبدا يعمل لك ارش، الارش ده هيجي لك من الناحيه الثوراسيك اللي هي الناحيه الفقرات الصدريه، وهيجي على الفقرات اللي هي القطنيه اللي في الاخر بتؤدي ان يبقى في ضغط ويجي لك ديسكات والكلام ده، ويعمل لك نشاط لعضلات مثلا معينه زي عضله الالياسوس مثلا، العضله اللي هي قدام اللي بتبقى نازله هنا على الحوض عندي. فبشكل عام لو واحد اصلا كتفه مقفول اساسا فانت جيت في حته حلوه قوي، ودي تخليني اقول لك ان اكتر تشوه موجود تقريبا في لعيبه الكاليستينكس هو الراوند شولدر. الراوند شولدر زي ما قلنا هيجي مع الفورورد هيد. لازم يبقى جزء من، انت ممكن فعليا التشوهات القواميه صعبه جدا تصلحها، وممكن تعمل انترفنشنز كتيره وفعلا ما تتدخلش. وعشان افهمك برضو، هو فعلا تشوه قوامي انا بتدخل فيه لما يبقى ضاررني. انا عايز اقول لك حاجه برضه، يعني حاجه زي الراوند شولدر عندنا هي بتساعد في الحركات، مش ممكن تاذيه على المدى البعيد، بس هي بتساعده ان هو في البلانش اصلا هيعمل بروتراكشن، فالراوند شولدر مساعد معاه. علشان كده زي ما قلت لك مثلا الحركات اللي عكسها زي الفرونت ليفر بيبقى صعب جدا ان هو يعمل ريتراكشن، اللي هو راوند شولدر اصلا. ده غلط. ما انت كده هتركز ما بين حاجه، بص انت كده بتركز ما بين سلامتي، ان انا افضل كويس ويفضل شكلي، ما انا بلعب في الاخر الرياضه مش عشان ابقى جامد على السوشيال ميديا، عشان تبقى صحتي كويسه. يعني انا النهارده تقول لي تيجي تروح تلعب كاليستينكس اللي هي كابتن احمد، اقول لك عشان احسن كاليستينكس من الالعاب اللي ما عملوا ابحاث هو بتحسن من القوام. جميل. بس لو بتشتغل صح، لو بتمرن صح. طب ايه اللي بيحصل بقى؟ لا ده انا ببوظ القوام عشان انا واحد زي طويل، ودي هنجي لها برضه، فهضطر ان انا ابدا اعمل افيك الحركه باي شكل عشان اعرف اعملها، عشان اسهل على نفسي. هي دي العلاقه ما بين البايوميكانيكا والكاليستينكس. فالراوند شولدر دي من اكتر التشوهات اللي موجوده، وخلي بالك ان هي بتؤدي لواحد من اكتر الاصابات انتشارا في لعيبه الكاليستينكس، وهي اصابه اللي هي النهارده ليها اسامي كتير قوي. اسمها القديم اسمه الشولدر امبيجمنت او السوبر سبايناتس تندونايتس، التهاب عضله او وتر السوبر سبايناتس، ودي اصابه منتشره جدا جدا جدا. انا على ايدي يعني يعني 50% من اصابات الكتف شولدر امبيجمنت. الاصابه دي تم تغيير اسمها دلوقتي، بعض الناس خلي بالك عليها اختلاف كبير جدا من اول الاسباب لحد طريقه التعامل لحد الكلام ده. بس تقريبا اللي بدا في الكلام ده كان دكتور اسمه حاجه نير، كان راجل بريطاني سنه 1970، لما قال لك ان بالبلدي كده المسافه ما بين الاكروميون ده السبيس دي السبيس دي وما بين الهيومرال هيد دي الحته دي ايوه اسمها السب اكروميال سبيس. حلو. المسافه دي المفروض بتكون من حوالي من 7 مللي ل 14 مللي. جميل. طيب ايه المشكله بقى؟ هتيجي ورا هنا على عزت هتلاقي ان شايف الحته الواطيه دي، العظمه دي اسمها السباين اوف سكابيولا، يعني زي العمود الفقري بتاع لوح الكتف. فوقيها كلمه سوبرا يعني فوق سوبر سبايناتس، يبقى هي جايه ايه من فوق ومعديه من الفراغ تحت الاي سي جوينت ده، وداخله عامله لي اندغام هنا في حاجه اسمها الجريتر توبريكل بره هنا على الكتف. حلو. طيب ده يجيبنا لايه؟ دي اكتر اصابه منتشره. الاصابه بتحصل ازاي؟ الاصابه بتحصل لما الثيكنس نفسه او سمك الوتر نفسه بيبدا يزيد نتيجه التطور او الادابتيشن بتاعي مثلا كتمرين او غيره، او نتيجه القوام الخاطئ اللي احنا قلناه ان انا على طول، انت متخيل ان كتفي على طول مرمي لقدام، فبقى في ضغط على الوتر، كتر الاحتكاك ده يعمل لك اصابه في الوتر نفسه بتاع السوبر سبايناتس، ويعمل لك التهابات في السوبر سبايناتس، ولو سبته يعمل لك قطع في الوتر نفسه. دي مشكله، اللي هو الوجع الرخم اللي بيجي جوه الكتف وانت مش عارف الوجع ده بقى يدخلنا في حاجات كتير بقى، تريجر بوينتس ونقاط الام ونقاط، يعني يدخلنا في كام نقط وحاجات. احنا اصلا احنا بنعمل الكلام ده عشان ما نوصلش للمرحله دي. فانت دي اكتر اصابات انتشارا، والاصابه دي من الاخر عشان اتجنبها لازم اشتغل على تنشيط مجموعه عضليه موجوده هنا على السكابيولا، ربنا خالقها عشان تحمي مفصل الكتف ده انه يحصل له ديسلوكيشن ويطلع من مكانه، اسمها الروتيتور كاف ماسل، اللي هم الاربع عضلات اللي عندنا، السوبر سبايناتس والانفرا سبايناتس والتريس ماينور، وقدام هنا من النص كده قدام في عضله اسمها السب سكابيولاريس. لازم تشتغل على تنشيط المجموعات العضليه دي بالتوازن، عشان كده تخش جيم تلاقي ناس عماله تعمل ايه اساتك، بغض النظر بيعملوا التكنيك غلط، ولكن هو فعليا هو الغرض بتاعه انه يقوي العضلات دي. العضلات دي اللي مسؤوله في الاساس مش على الحركه، مسؤول عن تثبيت مفصل الكتف، ربنا خلقها عشان تفصيل، عشان تثبيت مفصل الكتف. بس في الاول والاخر ان كده الكلام ده لو حد الاسكابولا اصلا لسه في مكانها،
ده اصلا عندنا في ناس الاسكابولا طلعت فوق. سافرت ركبت وسافرت طلعت عشان اللور تراب وعشان العضلات اللي خلاص، احنا اتكلمنا خلاص. عليها في الاول دي. خلاص احنا بس خلاص بنتكلم ضعيفة احنا جدا. بنتكلم عن التشوهات. احنا قلنا ان من اكتر التشوهات اللي موجوده الراوند شولدر. الكلام ده مش علاج يا جماعه، انت كده كده لو عندك مشكله هتروح الدكتور لدكتور. لازم دكتور. هو الكلام ده احنا لازم بنشرح دكتور. عشان تفهم، احنا بنشرح عشان المشاكل. قبل ما يحصل لك مشكله انت تفهم. صح برافو عليك. كده بس. كده اي مشكله اي الم بيحصل لك انت لازم بتروح للدكتور. الدكتور بيبدا يعمل لك الاشعاعات بتاعتك الام ار اي الكلام ده كله اللي هيبدا يعرف منه اصلا ايه نوع المشكله اللي عندك. بعد ما الراجل بيكتب لك الادويه او بيكتب لك التدخلات بيوصلك بدكتور علاج طبيعي لازم تروح له. دكتور علاج طبيعي بيبقى ليه حاجه اسمها كلينيكال اكزامينيشن، يعني يعتبر طبي، يبدا يعرف منه المدى الحركي اللي فيه المشاكل. مثلا سوبر سبايناتس بتساعد ان الكتف يجي يعمل ابدكشن يطلع لهنا، ففي الم خلاص يبقى انا عندي وتر في السوبر سبايناتس. وفي حتى اختبار بيتعمل ممكن نبقى نقوله للناس ان شاء الله باذن الله في ورشه العمل. الاختبار ده نبدا نعرف منه الالم اصلا جاي منين. بس في الاول وفي الاخر لازم اللجوء لمتخصص طبي يعني. طيب حاجه تاني بقى عايزين نتكلم فيها. دلوقتي لما حد بيتمرن معايا او انا مثلا زمان لما كنت بتمرن بيظهر لي مثلا في حركه زي الفرونت ليفر وجع في نص ظهري كده جنب الاسكابولا، اللي انت هتقول لي عليه هو ايه ده وتقول لي ايه قصته. طيب احنا دلوقتي كابتن اكرم اتكلمنا على ازاي نحسن ادائنا الحركي، واتكلمنا على ازاي نتجنب الاصابات، واتكلمنا على التشوه القوامي اللي يعتبر اكثر شيوعا واحد الاصابات اللي بتيجي كتير. هنتكلم بقى دلوقتي على ايه اسباب الالام اللي بتيجي وهي فعليا احنا ما بنكونش عارفين الالم ده ايه. بص يا سيدي، احنا عندنا مصطلح اسمه التريجر بوينت، لو دورت على ترجمته هتلاقيه اسمها النقاط المشتعله، النقاط الملتهبه. من اسمه اكيد يعني حاجه فيها الم جامد. طيب مين اي النقاط المشتعله دي؟ النقاط المشتعله دي ببساطه شديده ان نقطه معينه جوه الياف عضليه. تعال نتخيل معانا مثلا ان الابر ترابس، والابر ترابس دي من العضلات اللي فعلا ليها قابليه اصلا ان يحصل فيها اصلا نقطتين معروفين للنقاط الملتهبه. العضله دي مثلا الابر ترابس من العضلات اللي بتكون غالبا دايما فيها اوفر اكتيفيشن، نشطه بزياده. والعضله دي تاثيرها بيكون على برضو لوح الكتف، هي برضو طالعه من على السباين، طالعه من العمود الفقري وداخله على الكتف. الجزء العلوي فيها الالياف العلويه فيها اللي هي اتجاهها لفوق بتساعد على رفع لوح الكتف. هتلاقي حتى ناس كتير طالعه اللي كتفها لقدام دي هو عنده اصلا رفع او دوران دوران لفوق. احنا عندنا الابر تراب دي اوفر اكتف ده. حلو جدا. حلو. واللور مفيش. حلو برافو عليك. تلاقي كله برافو عليك. رفع نتيجه بقى ان هي على طول كده فوق يحصل لك حاجه اسمها تريجر بوينت. تريجر بوينت دي بتحصل ليه؟ ليها اسباب لا تعد ولا تحصى. من اول كل ما السن يكبر تيجي لك اكتر، من اول بعض مشاكل التغذيه بتيجي، ولكن السبب الرئيسي ليها بتكون بعد الاصابات نتيجه ان في مفصل قاعد ما يتحركش فتره طويله، جيت احركه مره واحده فبدا يحصل لي نقطه الم في منطقه معينه. وبتحصل برضو عندي نتيجه للتروما او لما بعمل حركه بشكل مفاجئ. يعني مثلا بنط مثلا بلف على العقله مثلا وبعدت فقمت مادد ايدي بزياده لقدام فالشولدر بعد عن بعضه فضغطت على المفاصل اللي هي الاس سي والاي سي اللي احنا قلنا عليهم. الاس سي والاي سي الضغطه دي تعمل لي تريجر بوينت. مثلا هتلاقي تريجر بوينتس بتيجي بقى في اماكن كتيره. غالبا هتلاقي تريجر بوينتس متمركزه عندي في منطقه الظهر على العضلات بتاعه الرقبه والعضلات بتاعه الظهر. جات لي مثلا في الابر ترابس او جات لي في السوبر سبايناتس بتيجي عندي في النص. هي ممكن تيجي في ثلاث حتت، ممكن تيجي في الاربطه نفسها، وممكن تيجي في الوصله اللي هي بتاعت ما بين العضله للنقطه اللي هتندغم فيها اللي هي العظام في الوتر نفسه، وممكن تيجي في الماسل فايبرز نفسها. جميل. لو جت في الماسل فايبرز نفسها بيبقى نقطه عباره عن الالياف العضليه بدل ما هي كانت ماشيه جنب بعض بالشكل ده بدات تخش في بعض او تتعقد شويه. تمام. النقطه دي بينتج عنها الام كبيره وبينتج عنها كذا نوع للتريجر بوينت. يعني في حاجه اسمها الاكتيف تريجر بوينت اللي هي على طول وجعاني، وفي نوع تاني اللي هي الان اكتيف او الليتنت دي ما بينتجش عنها الم بس ممكن ينتج عنها ان هي زي ما انت قلت مثلا لو انا جيت احط ايدي عليها مثلا ابدا احس بالم. وبرده في نفس الوقت التريجر بوينتس دي بينتج عنها حاجه اسمها ريفيرد بين. الريفيرد بين دي معناها ان الالم غالبا بيكون بعيد عن نقطه المشكله. يعني مثلا المشكله مثلا ممكن تكون مثلا عندك في السوبر سبايناتس وتلاقي مثلا نقطه الالم دي مثلا جايه لك بعيد عنها. ممكن تلاقي في الانفروسبايناتس في خريطه كامله ممكن ننزلها. طب لو كماب الماب دي هتوضح لك كم النقط انت هتستغرب ان كل النقط دي موجوده. فغالبا الريفيرد بوينت دي بتكون ان نقطه بعيده عن مكان الالم الرئيسي، ودي هيكون حاجه عارفها دكاتره العلاج الطبيعي وبنتدخل فيها بطرق كتيره. بره بيتدخلوا بطرق مختلفه دكاتره العلاج الطبيعي، بيتدخلوا بطرق مختلفه زي الانجكشن وزي الدراي نيدلينج او الابر. احنا هنا في مصر غالبا بنشتغل بحاجه اسمها الماي فيشر ريليس. الماي فيشر ريليس دي ان احنا بنحاول نفك المشاكل دي بايدينا او باستخدام بعض الادوات او التولز البسيطه.
او في برضه بعض النقاط المشتعله دي احنا ممكن اصلا نشتغل عليها لوحدنا، ممكن بنفكها بفوم رولر او كرة تنس او كده، حسب مكان بس الاصابه انا لو كنت بعمله كرة تنس. دي كده الالام اللي انت ممكن تكون بتحس بيها، ودي الام تعتبر برضو بشكل عام ممكن تكون يعني طبيعيه يعني لو لأغلبنا. لسه نازل من الحركه، يعني انا عملت الحركه مثلا فرونت ليفر لسه نازل منها بحس اول ما اوفر يوز برضو، خلي بالك في حاجه نسينا نقولها، اكبر مشاكل الكاليستينكس الاوفر يوز. حلو. واكبر سبب المشاكل والاصابات اللي بتيجي سواء الشولدر امبيجمنت اللي قلناها او مشاكل اوتار الروتيتور كاف او التريجر بوينتس، الاوفر يوز ان انا بستخدم المفصل كتير قوي. ليه؟ انتوا بتهتموا في الكاليستينكس بالتكنيكال كتير قوي 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 على حساب الحته الكوريكتيف او الحته اللي هي التصحيحيه او حته ان العضلات تبقى شغاله بالتناغم مع بعض. المجموعات العضليه عندنا في جسمنا متقسمه لمجموعات عضليه كتيره، في حركات في حركات رئيسيه وفي عضلات مقابله، في عضلات رئيسيه وعضلات مقابله وعضلات مساعده، في مجال كبير حاصل. انا كل اللي مركز عليه الحركه، فكل يوم هنزل التمرين اعمل فرونت ليفر، وكل يوم هنزل اعمل ماسل اب، وكل يوم وكل يوم وكل يوم، والفوليوم لا متناهي. هات حد قول له بتتمرن قد ايه يقول لك لا والله ما. طب بتمرن كلاينت قد ايه يقول لك والله يعني بص تلاقي الكلاينت يعني طالع من التمرين ده انا جسمي واجعني جدا، ده كابتن فلان ده جامد قوي. أيوة انت كده داخله في حيطه، انت داخله في حيطه، ده ممكن يبقى اوفر ريتشنج. ممكن تلاقي عندك تريجر، دي ممكن تبقى تريجر بوينتس بدات تتخلق. لا كنت بسمع حاجات غريبه، ممكن يقول لك النهارده نلعب 1000 عقله مثلا. احنا في 2024 خلاص، يعني ما فيش حاجه فاضله خلاص، انت لازم يعني البقاء في المجال الرياضي بعيدا عن موضوع السوشيال ميديا والتسويق كده، للي هيشتغل على نفسه ويطور من نفسه، ولازم تفهم اللي يساعدك في شغلك. ما بقولكش خش في الموضوع، يعني انا واحد بحاول اكون راجل ذو صفه علميه، فطبيعي ان انا هحاول يبقى عندي معلومات زياده. انت مش محتاج توصل لكده، بس اقل حاجه افهم العضلات شغاله ايه. طب العضلات شغاله مش لازم انت وخلي بالك انت مثلا في تشريح، يعني ممكن لو عايز تتعلم تشريح مش لازم تقول لي من الاس 1 انت اعرف ان العضله دي مكانها على الظهر هنا من تحت من تحت الرقبه هنا، وداخله والله عندي الاندغام بتاعها والله لحد النقطه مثلا 7 وداخله على لوح الكتف، والالياف دي اتجاهها بالشكل ده، فاما هتنقبض هتحرك لي ده للمنظر ده. ابقى انا كده فهمت العضلات اللي شغاله عندي شغاله ازاي، مجموعات العضليه عندي شغاله ازاي. بناء عليه انا اقدر اصمم برامج فعليا تصلح للعميل بتاعي، لان مش كل انت فاهم طبعا. ايوه. العملاء مش كل العملاء بتحتاج شغل مختلف يعني. بس كده دي كانت مقابله جميله، اتعلمنا كتير والله. انا مبسوط جدا ان انا معاكم، واتمنى ان شاء الله نكررها تاني. لا ان شاء الله انت تيجي تشرح لنا كل حركه ده بيحصل ايه. ورشه العمل بقى، ورشه العمل بقى باذن الله الناس كلها تجي لنا يا ريت يعني باذن الله، وان شاء الله ان شاء الله نظبطها ونعمل حاجه زي كده باذن الله ان شاء الله. ويعني مبسوط جدا ان انا كنت انا مبسوط اكتر، وربنا يعني يكرمك، كمل شغلك ما شاء الله عليك، وان شاء الله باذن الله نتقابل تاني ان شاء الله خير. ان شاء الله يا كوتش. خلاص، وهنعمل حلقات تانية كتير باذن الله ان شاء الله، وكمان هجيب يعني ان شاء الله دكاتره علاج طبيعي يعني حلو مجالات مختلفه. حلو جدا. بحيث ان احنا نجيبها من كل الجوانب. حلو جدا. ونساعد الناس ونساعد نفسنا يعني. صح. حتى المدربين صح يطلع لاعب فعلا قوي ما عندوش مشاكل، وكلنا بنتعلم من بعض. انا بالزبط. كواحد بتاع علم بتعلم منك في الاداء الحركي، افهم الحركه دي تعمل ازاي اصلا، انا ما اعرفش اعملها اصلا، وطريقه ادائها الصحيح ايه بالنسبه لي انت اللي بتقول لي. انا بقول لك الملاحظات اللي عندي من الجانب العلمي، ودمج الاثنين دول مع بعض هو اللي بينتج عنه النجاح. بالظبط. انما فكره ان انا باخد اصل حته اللي انا بتاع خبره بس، انا بتاع اداء بس، ده ما فيش حاجه اسمها كده. وحته انا بتاع كتب وعلم بس، برضه ده ما ينطبقش. لازم على ارض الواقع الموضوع لازم تاخد الموضوع من الكتب على الارض، لان مش كل حاجه موجوده في الكتب بنعرف نطبقها او بتطبق او قابله للتطبيق اصلا. ونفس الكلام مش كل حاجه عملي او بعرف اعملها بطريقه اسهل يبقى هو ده الصح، لازم اربط ما بينها وبين العلم. بالظبط. شرفتني والله يا كابتن. حبيبي كابتن اكرم.